يتساءل علي الأرقاني: هل ستقفون مع الدولة الإسلامية الإيرانية أم ستقفون مع الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين؟ فإيران سنة 2001 وقفت مع أمريكا ضد أفغانستان، وفي سنة 2003 وقفت مع أمريكا ضد العراق، وفي سنة 2020 وقفت مع أرمينيا المسيحية ضد أذربيجان الدولة الإسلامية، وكذلك دعمت أرمينيا. فكل هذه الحروب اللي قامت ما بين دول إسلامية وكذلك دول غير إسلامية كان لإيران موقف ضد الإسلام بحكم مصالحها وأمنها القومي. هنا ما ينطبق على إيران: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيران يعني عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. دائما ينظر لها بعين الرضا، مسموح لها تسوي أي شيء. فالإيراني عادي يعني يتحالف مع الروس، يبيع نفط للصين، قتلت مسلمين الإيغور، تشتري السلاح من إسرائيل في حرب الخليجية الأولى. وكتبوا في جوجل فضيحة إيران كونترا، وكذلك أول رئيس لإيران ذكر هذه النقطة في أحد لقاءاته اللي هو عبد الحسين محيد من اسمه. المهم، فالغاية أن ما يلامون الناس إذا استمالتهم إيران بالشعارات الزائفة وبالعواطف. فيقول جوبلز اللي هو وزير الدعاية عند هتلر، يقول: في الأزمات لا فرق بين الإنسان المثقف والجاهل، فكلاهما يساق بالعاطفة. فلا تستغرب إذا شفت دكاترة أو شفت ناس واصلين منساقين في الشعارات والدعاية، لأن المثقف يعتبر أخطر كما يقول جوبلز، لأنه يبرر الدعاية اللي مرت عليه والمعلومة الخاطئة اللي هو تلقاها، يحاول يبررها.